خلاص خلاص خلاص. استنى بس عشان تجمد. تحبي تقولي على مراتك اللي لا. ما بتعرفش تطبخ؟ ها؟ السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تخيل انا بعمل ايه؟ بصوا يا جدعان، انا طلبت من بوسي النهارده، قلت لها يا بوسي اعملي لي فراخ زي كنتاكي. فراخ زي كنتاكي. تمام، قالت لي من عيوني يا حبيبي يا من بوسي يا عيوني روحي. الاتنين. تمام، ما حصلش. فقالت لي ايه؟ قالت لي انا هعملها لك زي كنتاكي بالظبط، ولو ما طلعتش زي كنتاكي هديك 1000 جنيه. ايه؟ انا ما قلتش هديك 1000 جنيه. تمام، أنا فانا ما هشوف قلتش لو ما هديك طلعتش 1000 شبه جنيه. كنتاكي هاخد ال 1000 جنيه. تمام. دلوقتي يا اخواتي هي دلوقتي انا عملت الفراخ حطيت تتبيله. بصوا، وحطت التتبيله بتاعت بص، الفراخ. حطيت لبن، حطيت حليب، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت بابريكا، وحطيت ملح وتوم باودر وبصل باودر، وقلبت كله مع بعض وحطيت الفراخ. شاطر. دلوقتي مستنيها تشرب من التتبيله، هسيبها بتاع نص ساعه وارجع لكم. بس خلاص اه. يعني انت وعامله دلوقتي لك جنبيها مكرونه. مكرونه. ايوه، اي خدمه. خلاص يا جدعان هنشوف، بس برضو لو ما طلعتش شبه كنتاكي هاخد ال 1000 جنيه. ما قلتلكش هديك 1000 جنيه. الصراحه ما قالتش ان انا. يلا يا جدعان. المهم يا جماعه التتبيله تتبل وهرجع لكم. استنوا يا جدعان. وبعدين عملت ايه؟ بصوا يا جماعه، معايا هنا التوابل، بصل باودر وتوم باودر، عشان انتوا بتزعلوا لما اجي اعمل اي اكله وما احطلكوش الوصفات. معايا توم باودر وبصل باودر وبابريكا وشطه ومستردة وده جنزبيل، معلقه جنزبيل وملح. الملح ده طبعا قليل، انا حاطه معلقه واحده، فحطوا معلقتين يعني على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. طب وبعدين وبعدين يعني هنا- انا عايز اكل، انا بقول جعان. لك ايه، اقعد ساكت بقى. هي اساسا كده كده بتغيب، انا المفروض اسيب التتبيله دي اساسا يوم كامل، ولو مش يوم كامل يبقى ساعتين. تمام. دي بقى لها طب نص هو ساعة المفروض بس. بعد كده هتعملي ايه؟ طب يا جماعه بعد كده هنقوموا جايبين ده وحاطين يعني ايه شويه حلوين كده. دوت أنا ايه دي؟ مش عم تتبيله بقيمك، تتبيله مش هقطع. الكنتاكي دي؟ ايه؟ تتبيله الكنتاكي. اه، بس خلاص. عشان يدينا قرمشه بقى هنحط نشا. نشا. اه، طب جميل، وبعدين؟ يعني بتاع معلقه نشا كبيره كده. طب وفي الاخر هتحطها في الاير فراير؟ ايوه، هي بص الفيديو الصراحه حطيتها في الزيت، بس انا مش هعملها بالزيت يا جماعه، انا هعملها في الاير فراير. طب ما انت لازم وهنحط ترش شويه توابل بقى. كده عليهم. انت لازم ترش شويه زيت على الفراخ بقى، صح؟ بقول أيوة، لك ايه يا رش بوسي، زيت. اعمليها وجربيها ومش هتخسر حاجه. كده كده الاكل هيوجع لنا بطننا في الحالتين. كده كده الاكل هيوجع لك ايه يا اخويا؟ بطنك. اه. طب انا هوريك. وريني. انا هوريك. طب خليكم معايا يا اخواتي نشوف بقيه دلوقتي يا جماعه انا الفيديو. حطيت كله على بعضه، هقلبه وهحط الفراخ. هكمل لكم، هرجع لكم تاني. ده دقيق ونشا وشويه البهارات. خلاص، ما انا قلت هي سيره. السيره خلاص ماشي. وديت الفراخ يا جدعان. طباخه بوسي. هات ميه ساقعه. هعمل لك قناه اسمها بوسي في المطبخ. هات. طب ودوت ايه يا بوسي؟ ده ورق زبده، عشان ما جبتش اللي هي البتاع بتاعت الاير فراير دي، مش عندي، فهحط ورق زبده. هي بتحط عليها فعلا ورق زبده. مش عليها، لا، انا بتحط هحط في فيها. الاير فراير ورق زبده، وبتحط البتاع فوقيها. ايوه، انت عارفه بتعمليها ازاي؟ انا اصلا مش عارفه افتحها، خد افتحها لي. المهم يا جماعه هنجيب ميه ساقعه كده دي ورقه بورقتها يا بنتي. ونحط هنا. ايوه، ما انت يعني ايه اديها لي وانا هظبطها. بس خلي بالك ميه كتير. والله عطشانه من الصبح ما شربتش. تسلم ايدك يا عبدو، تسلم ايدك يا عبدو، تسلم ايدك عبدو. على فكره تليفوني ما فيهوش مساحه، كمل من عندك. هشوف انا من هنا. ماشي. حطي ايه الاول وبعد كده ايه؟ بص بصوا يا جماعه، حطيته كده في التتبيله اهو. انا عايز اشتري كنتاكي يا عيال. انا عايزه اقول لكم انا مخرمه الفراخ دي عشان التتبيله اللي انا سبتها دي تشربها، فانا مخرماها. تلعبي في فخد الفرخه؟ لا، انا بضغط عليها عشان تجمد. اساسا اللي انا اعرفه ان هي المفروض تتحط في التلاجة، صح؟ تعملوا دي كده
ملهاش علاقة، يعني انت عايز تفهمني الناس اللي بتعمل الكلام ده كله بيحطوهم في التلاجة؟ خلاص خلاص خلاص. استنى بس عشان تجمد. اهو اقوم ارجعها وحطها كده في المية ومغرقاها في المية وبعدين شايلاها. ايوه حطها تاني. عيب عليك، ولا مراتك ست بيت شاطرة. طب انت اللي وبعديها مطلعني هتعملي ايه؟ خايبة قدام الناس مش عارفة ليه. طب وبعديها هتعملي ايه؟ وبعديها هحطها في الاير فراير وارصها في الاير فراير. طيب شاطرة. كله فاضي. كفاية بقى. استنى بس. ما اعمليها في التانية، اعملي عشان دي التتبيلة يا ابني، هي دي اللي بتخلي الطعم البتاع حلو. اقوم كده برصها هنا. الفرايل اللي انا جايبها. هكمل بقى بقية الكمية وارجع لكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل. هتعملي ايه؟ هكمل بقية الكمية وارجع. بقيت الكمية؟ اه ماشي يا جدعان، ودي الكمية. يلا. تحبي تقولي على مراتك اللي لا. ما بتعرفش تطبخ؟ ها؟ الله ينور عليك يا حبيبتي. الله بجد ينور عليك. انا مبسوطة قوي، مبسوطة قوي يا جماعة. عايزة اقول لكم دول معمولين بنقط زيت. انا رشة بس كده، رشات زيت كده بالفرشة، متخيلين؟ استنى بقى اقلب. قلبيها كده معايا. استنى راحت فين؟ يا لهوي، لا ده انا اقلب بايدي اسهل. يح. يا جماعة انا هقلبها الناحية التانية عشان تاخد وش. ورجعت لكم تاني يا اخواتي. بصوا هي باينة ان هي محروقة بس قسما بالله مش محروقة. انا هدوق انا هدوق انا هدوق انا هدوق. اهو ديت من غير زيت من غير اي حاجة. لا طعمها تحفة. ايه؟ طعمها تحفة والله. يلا يا جماعة انتوا تحت اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. استنى اشوفها. اشوف اللي جوه. بصوا. لا مستوية بصراحتك. شوفها من جوه مستوية. وانا اللي هنهي معاكم الفيديو دوت يا اخواتي. اللي لسه ما عملش لايك يعمل، واعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس. ويلا بقى عشان انا اكل، عشان انا بصراحة جعان من بدري. احلى مسا عليكم.